بيبدأ الفيلم مع كلير وهي واقفة مستنية صاحبتها ستيلا علشان يدخلوا يسهروا، استغفر الله العظيم، في ديسكو يعني. وده بسبب ان الاتنين في السن الجميل اللي عامل لنا مشاكل ده، وهو سن الثانوية العامة ادبي، لا العلمي بيصيعوا في الثلاثينات والاربعينات، معروفة مش دلوقتي. المهم ستيلا بتقول لها انها هتروح تقول لدي جي انه يحط اغنية علشان يطلعوا يغنوا هما الاتنين مع بعض، بس كلير بتكون محتارة وبتقول لها ما احنا مش عارفين طيب نشغل اغنية ايه. وساعتها بيتدخل واحد اسمه ايدن وبيقول لهم انا ممكن اساعدكم. فبتقول له كلير الله الله ده انت حلو بقى ورامي ودنك من اول القعده. فبيقول لها انه بيحب الغنى وبيشيل شويه اغاني على جنب كده علشان تبقى سهله للناس اللي بتحب تغني. وصاحبه سكوتي بيقول لها ايوه بقى على فكره ايدن فنان وعنده موهبه وهيثبت لك دلوقتي ها. وفعلا بيطلع ايدن على المسرح وبيفضل يغني، وطبعا غنوه في نظره في تعارف في تعالي نشوف هنحجز في قاعه ايه. بس في شويه مراحل في النص كده بيعدوا عليها الاول، لانهم بيخرجوا يتمشوا بعد الحفله وبيتعرفوا على بعض اكتر واكتر. وايدن بيحكي لها عن باباه ومامته والاتنين اطباء وعايزينه يدخل كليه الطب زيهم زي اي فيلم عربي يعني، مع انه نفسه يدخل معهد الموسيقى ويبقى مغني. وبيخرجوا يكملوا الخروجه وبيروحوا الملاهي مع بعض. وكلير بتقول له ان باباها ومامتها منفصلين من وهي صغيره بعد ما كانوا بيحبوا بعض جدا، ومامتها دلوقتي مع ستيف اللي هي مش بتطيقه ده، مع انه بيحاول يبقى كويس معاها، بس النفس بقى هنقول ايه. وبعد ما بيخلصوا وبيقضوا يوم جميل مع بعض بيتمشوا علشان ايدن يوصلها. ولما بيوصلها عند البيت بيقرب منها وبيقول لها هي زبدة الكاكاو دي جوز هند ولا فراولة؟ فبتقول له لا انت هتستهبل. فبيستغرب وبيقول لها مش اليوم كان جميل؟ فبتقول له ايوه اليوم كان حلو وانا اتبسطت، بس هتقول لي دلوقتي دو يو لاف مي وانا هقول لك دو يو بس ماذا بعد؟ هنلاقي نفسنا مش هنكمل، وبعد 10 شهور هنسيب بعض بسبب اني خرجت البلكونه من غير الاسدال، وانا هكون اتعلقت بيك وهفضل بقى اعيط ومتاثره العمر كله. وطبعا ايدن بيضحك وبيقول لها ما خلاص بقى ده انت دراما كوين جدا، انا بقى هثبت لك ان النهايات اخلاق. بصي احنا هنحب بعض لمدة سنة ونفرفش ونزقطط كده، وفي نهاية السنة نسيب بعض بس نكون محضرين حفلة وداع حلوة علشان نفضل فاكرين بعض طول العمر. وكلير بتقول له تصدق اقنعتني، هي فعلا فكرة حلوة وهتسيب ذكرى حلوة معايا لما اروح الجامعة بقى واشقط واحد غيرك لما يوقع لي كتابي وننزل نجيبه ونبص في عين بعض. فقال لها مالك؟ قالت له ما يشغلكش قشطة انا موافقة على الفكرة دي جدا. وفعلا بيعملوا طول السنة دي كل حاجة بين خروجات وفسح ورومانسية، وبتكون اجمل سنه في حياتهم هما الاثنين لحد ما بتخلص السنه وبيكونوا هما الاثنين بيجهزوا لليوم اللي هما مسميينه يوم الوداع ده. واول حاجه بيعملوها هي انهم بيجمعوا عائلاتهم هما الاثنين على الغداء. ومامة كلير بتتكلم وبتقول طبعا دي عيال صيع ما عرفناش نربيها، ويعتبروا طبعا مجانين على اللي بيعملوه ده، بس الحقيقه ان بنتي مهما دورت مش هتلاقي حد محترم زي ايدن. وبتشكر ايدن انه كان جزء من العيله السنه اللي فاتت دي كلها. ومامة ايدن هي كمان بتشكرهم وبتشكر كلير اللي خلت ابنها مبسوط طول السنه اللي فاتت وساعدته انه يقدم في كليه الطب ويتقبل كمان ويحقق مسيره الاسره. وبعد ما بيخلصوا القعده بتاعتهم بيقوموا علشان يبداوا اليوم. واول مكان بيروحوه بيكون مكان فيه حفله كاريوكي، وايدن بيقول لكلير ان زي ما اتقابلوا اول مره في المكان ده وغنى يبقى لازم اخر يوم فيه اغنيه برضه. والفرقه اللي على المسرح بيعملوا اهداء لايدن وكلير بمناسبه الفركشه السعيده دي، وبيقولوا الحقيقه المناسبه دي غريبه جدا واول مره يشوفوا حد بيحتفل كده، بس مش مشكله. المهم ان هما بيخلصوا وبيمشوا وبيفضلوا يتكلموا عن المستقبل وكل واحد فيهم عايز يعمل ايه. وكلير بتقول لادن انت ممكن تاخد معاك الجيتار والالات الموسيقيه وانت رايح الجامعه وتدخل فريق الموسيقى مثلا وتحقق حلمك، لكنه بيقول لها ان الموضوع مش هيكون سهل وهو خلاص ما بقاش عايز يغني ولا حاجه. وبعد شويه بيوصلوا على مكان حجزه ايدن مخصوص، ولما بيدخلوا بتتفاجئ كلير انه ملعب هوكي، وبيقول لها انه حجز ملعب الهوكي علشان اول خناقه اتخانقوها في حياتهم كانت هنا في الملعب ده، علشان كده مش عايز يسيب الملعب ده بذكرى سيئة بس، وقال يحجزه علشان يقضوا وقت ممتع فيه. والله ايدن كيوت جدا الحقيقة. وبعد ما بيفتكروا الخناقة واللي حصل فيها بيلبسوا نفس اللبس اللي كانوا لابسينه يوم الخناقة وبيقضوا وقتهم. بعدها بيطلعوا على مركب في البحر علشان دي كانت واحدة من امتع التجارب خلال السنة كلها، وبيفضلوا يفتكروا اللي حصل في اليوم ده وقد ايه اليوم كان جميل، خصوصا ان كان معاهم اصحابهم. واكيد بقى عمالين نلف من الصبح ما شربناش بق ميه حتى
عايزين ناكل بقى. وفعلا بيروحوا هما الاتنين على مطعم كانوا متعودين ياكلوا فيه، وايدن بيسيب كلير قاعده وبيقول لها انه هيروح يجيب حاجه وجاي. وساعتها كلير بتبعت رساله لستيلا وبتقول لها تيجي بسرعه، وبتقول لها على المكان اللي هي فيه دلوقتي، وبتقول لها انا مش قادره اطوع نفسي على الهطل اللي بعمله ده بصراحه، انا حاسه اني بحب ايدن وعايزه اكمل معاه. وفجاه بيظهر اتنين قدام كلير، وهما كلير السترونج ومنايا، وكلير ام قلب خصايه، حاجه كده زي صراع القلب والعقل. وطبعا كلير ام قلب خصايه بتقول لها يا بت احنا بنحبه قوي، ده كيوت ورومانسي. وكلير السترونج بتقول لها عافيه ذوق، هندخل كليه حقوق ونتخرج ونطلع فوق. وبتفضل تقول لها فكك منه، ده عيل ملزق، واحنا عندنا مستقبل عايزين نحققه ونثبت نفسنا. وبتفضل على الحال ده لحد ما بتوصل ستيلا، وبيكون ايدن لسه خارج من جوه ولابس بدله علشان يقعد مع كلير. وبيتفاجئ لما بيقابل ستيلا، لكنه بيرحب بيها وبيقول لها تقعد معاهم. وبيجي سكوتي صاحبه اللي شغال في المطعم ده وبيحاول انه يتعرف على ستيلا، والاربعه بيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيكونوا كلهم مبسوطين ما عدا ايدن، لانه بيقول انه كان مخطط لليوم بشكل تاني. بس كلير بتفضل تقول له ان ده اخر يوم لينا كجروب احنا الاربعه مع بعض، علشان كده لازم نستمتع بيه واي حد نفسه في حاجه يعملها. فبيتكلم سكوتي وبيقول لهم انه كان نفسه يعمل بصمه ايده على الحيطه بتاعه الخريجين السنه دي في المدرسه، بما انها اخر سنه ليه وهو ما عملش البصمه. اما طلعناش لوحدنا اللي بنعمل البصمه بدم الخروف في العيد اهو. المهم بتقول لهم كلير انهم يروحوا المدرسه دلوقتي ويقتحموها ويعملوا البصمه زي ما هو عايز. وكمان ستيلا بتقول ان عندها شوز نسيته في الخزانه بتاعتها في المدرسه، وايدن بيكون رافض في الاول، لكن كلير بتفضل تقول له ان دي مغامره حلوه ولازم يجربها، وبيفضلوا يقنعوه لحد ما بيوافق. وفعلا بيروحوا بسرعه على المدرسه، وكلير بتقول لهم انها عارفه باب مفتوح على طول علشان ده باب الطوارئ، وبينجحوا يدخلوا جوه. وكلير بتقول انا وسكوتي هنروح ندور على الدهانات والالوان علشان نعمل له البصمه اللي هيعيط عليها دي، هما فرافير بيعملوها بالالوان ملناش دعوه بيهم. المهم ستيلا بقى بتقول لايدن يجي معاها يدور على الشوز بتاعتها، بس دي كانت اشتغاله علشان تستفرد بيه وتقنعه يكمل مع كلير. وايدن بيقول لها شكل كده مفيش شوز ولا حاجه صح، عايزه ايه بقى؟ فبتقول له بصراحه انا معجبه بيكم انتوا الاثنين وشايفه انكم القابل المثالي بالنسبه لي، وبيتهيألي لازم تفضلوا مع بعض. وايدن بيقول لها ان هو كمان اوقات بيحس بكده وانه عايز يكمل، لكنه ما بيرضاش ياخد الخطوه دي علشان كلير، وهما متفقين على كده لانها بتخاف من العلاقات. وستيلا بتقول له يا راجل علاقات؟ امال السنه اللي فاتت دي ما كانتش علاقات، كانت استعباط، وبتبقى هتتشل منهم هما الاثنين. بعدها بيروحوا يعملوا البصمه بتاعت سكوتي، ولما بيروح علشان يغسل ايده من الدهان بيدوس على حاجه بالغلط وبيشتغل جرس الانذار، وبيرجع يحذرهم وبيطلعوا يجروا هما الاربعه وبينطوا من على سور المدرسه، وكلهم بينزلوا سلام ما عدا ايدن اللي بيتعور في ايده من الوقعه. علشان كده بياخدوه بسرعه وبيروحوا على المستشفى علشان يتعالج، وبتكون دي نفس المستشفى اللي بتشتغل فيها مامته، وبتخيط ايده وبتشكر كلير انها جابته لحد هنا. وبعد ما بتطمن ان ابنها بقى كويس بتساله ايه اخبار يوم الوداع، فبيقول لها ان اليوم كان شغال كويس بس خرج عن المسار سيكا، بس عموما سهله يعني واحنا هنصلح الموضوع ده. وبيخرج بعدها علشان يطمن ستيلا وسكوتي، وبتقف كلير تتكلم مع مامته شويه اللي بتقول لها انا كنت مطمنه على ابني وانتوا مع بعض، بس بما انك رايحه الجامعه وهو كمان رايح الجامعه فكده كده كنتوا هتبعدوا غصب عنكم، ده على اساس ان علاقتهم كانوا بياخدوا درس اقتصاد واحصاء مع بعض. المهم كلير بتقول لها بس على الاقل كان دخل الجامعه اللي بيحبها يا طنط ويدرس الموسيقى ويحقق حلمه. فبتقول لها مامته ما هو راح قدم يا بنتي واترفض. ايه ده هو ما قالكيش؟ سوري بجد شكلي عكيت الدنيا، انتوا كده كده هتفركشوا ومش فارقه يعني. بعدها بيمشوا هم الاربعه، وكلير بتبقى دماغها عماله تزن وبتقول لنفسها هو ازاي يكذب عليا وما يقوليش انه راح قدم في المعهد وما اتقبلش. وبيكونوا هم الاربعه رايحين حفله عاملها ايدن علشان تكون حفله الختام بقى واخر حاجه في اليوم، لكن هرمونات النكد بتشتغل والنكد بيكون مود اون. وكلير بتروح تتكلم مع ايدن وبتقول له انت ليه ما قلتليش على موضوع انك ما اتقبلتش في معهد الموسيقى بقى؟ لا تعالى لي هنا، ده انت شكلك كنت مقضيها معايا سنه كلها خداع وكذب وغش، ضحكت عليا في ايه تاني؟ فبيقول لها انه ما ضحكش عليها في حاجه، بس الموضوع كله انه ما كانش عايز يضايقها. وكلير بتديله واحده انا اصلا عارفه اني مش مهمه في حياتك وان عمرك ما حبيتني، وبتسيبه وتمشي. لا والبنت يا عيني من حزنها بتروح تقف في الحفله لوحدها. ايه ده؟ بتتعرف على واحد جديد علشان تعمل موف اون؟
لا استني يا كلير الله يهديكي، مش كده، بس هي فعلا بتكون بتتعرف على واحد جديد او بتفتح معاه كلام بمعنى اصح يعني، وفي الوقت ده بيكون ايدن بيدور عليها في كل مكان علشان يتكلم معاها ويعتذر لها، ولما مش بيلاقيها في حته بيطلع على المسرح وبياخد المايك وبيفضل يتكلم مع الناس انه بيعمل اهداء لحبيبته كلير، وان زي ما اتقابلوا اول مره في حفل كاريوكي يبقى المره دي هيخليها تتكلم معاه في حفل كاريوكي. هو بينادي عليها علشان تنضم ليه لكنها بتكون واقفه جنب واحد تاني، فبيتصدم ايدن وبينزل وهو قلبه مكسور يا عيني، لكنها بتجري وراه وبتقول له انه بيحاول يخلي كل حاجه في حياتهم يبقى شكلها مثالي زياده عن اللزوم، علشان كده مرضيش يقول لها على موضوع المعهد ده، هو مفيش حاجه بتبقى مثاليه دايما، لازم يحصل مشاكل والناس تبقى على طبيعتها. وبتقول له كمان انه تخلى عن حلم حياته بسهوله وممكن يروح يقدم في معهد موسيقى في جامعه تانية، مش لازم الجامعه اللي قدم فيها دي يعني. وبيفضلوا هما الاتنين يشدوا مع بعض لحد ما بتقرر كلير انها تسيب الحفله وتمشي، واول ما بتطلع بره بتكون مامتها مستنياها، وكلير بتفضل تعيط وبتقول لها بحبه يا ماما. فبتقول لها مامتها ان العلاقه اللي تدخليها وانت مخططه في الاول انك هتفركشي دي اكيد علاقه فاشله، لكن العلاقات الناجحه هي اللي الشخص بيدخلها وهو عايز يكمل فيها العمر كله، هي ما بتكملش بس نبقى عملنا اللي علينا يا بنتي. بعدها بتفضل كلير حزينه وقافله على نفسها وبتفتكر ذكرياتها مع ايدن لحد ما بتقرر انها تبعت له وبتقول له انهم عايزين يتقابلوا، وايدن بيثبت لها انه اخلاق وان الرجاله لما بتحب بتعمل المستحيل والحاجات دي يعني. هو بينزل فعلا يقابلها وهي بتقول له انها ما كانش قصدها تضايقه منها وانها بتحبه، وكانت متوتره من فكره ان هم هيبعدوا عن بعض، وهو كمان بيقول لها نفس الكلام وانه بيحبها وكان مش عارف هيعيش ازاي من غيرها، وبيرجعوا لبعض. بعدها بيقول لها انه قرر يأجل الجامعه لمده سنه علشان يسافر على لوس انجلوس ويقدم في معهد الموسيقى ويحقق حلمه، وكلير بتكون مبسوطه انه هيحقق حلمه وهيعمل الحاجه اللي بيحبها، وبيتفقوا انهم يفضلوا مع بعض على طول ويفضلوا متواصلين طول الوقت. وفعلا بيسافر على لوس انجلوس وبيبقى مطرب مشهور وبيحقق حلمه وبيعمل اغاني، وكلير بتكون معاه ومتابعه كل اللي بيعمله اول باول لحد اليوم اللي بيتقابلوا فيه تاني بعد ما كل واحد فيهم عمل الحاجه اللي بيحبها وعارف قيمه التاني. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من ام الموالي البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت شوفي الكراش فين وقولي له احنا هنعمل باقه تجريبيه لمده سنه وهو نبقى خدنا فكره ونشتري بكره، وانتي طول السنه بلا 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 كرع كرع كرع، وخليه كده زي ايدن مش قادر يستغنى عنك. وشكرا يا فندم. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناه اليوتيوب ولصفحه الفيسبوك.